في الكلام، قال انا شفت انه هي عايزه تجرجني في الكلام، فانا يعني شنو حكيت معاها شويه شويه، بقيت ارتاح لها وبقيت احبها وبقيت احب ونستها. شويه شويه بقينا شنو نتكلم كتير انا وهي. ورتني اختها الصغيره، طبعا ما اختها الصغيره هي بنتها، اختها الصغيره. ورتني اخوها اللي هو زوجها ما اخوها. ورتني اختها الثانيه اللي هي اختها بجد يعني للبيت، وامها بتواصل معاهم كلهم. و24 ساعه بالليل والنهار هو ماسك التليفون معاها بتونس معاها. حول مبالغ ماليه هايله، كل شهرين ثلاثه بتقول لي امي عندها عمليه، بحول ثمن العمليه بكل ظروفها بكل حاجاتها. عندها ما بعرف شنو المهم الراجل ده كان بقروش قروش قروش، وصل سعرنا عندها كم 40، غير دعم التيك توك اللي بينزلوا لها في اليوم بوصل، وهنا في الخاص بدعمها يعني برسل لها قروش. لحد ما عدت السنه قامت قالت له رسل مبلغ عشان تجهيزات العرس وما تجهيزات العرس، وعايزه اعمل ما بعرف كمان بالمره ما دارت اقعد تاني في التيك توك، عايزه اعمل لي مشروع صغير استفيد منه لحد ما نتزوج وكده. الراجل ما صدق، قال لها طيب ده كلام جميل. حاول لها مبلغ من المال على اساس انه هتفتح مشروع، المشروع اللي هي درسته كوفير وادوات وما بعرف شنو ما بعرف شنو، ده مبلغ يا جماعه في الخليج ما حاجه سهله. قال لها تم. شالت قروش الكوفير وشالت قروش المناسبه اللي هي حتعمل، يعني لما نيجي هو حتجهز له وكده. قفلت تليفونه. ساهر يا ساهر، قفلت تليفونه. ركزوا كويس ها، الراجل بيتصل ما في زول برد، الراجل بيتصل ما في زول برد. قام يتصل على شنو؟ على اختها، ما هو كان بيتواصل مع اختها. اختها قالت له اسمعني، اختي دي والله متزوجه وعندها الطفل بتاعها، واللي كان داك ما اخونا داك زوجها، وحسي هم اصلا كده كده كان دار يقلبوك، وحسي قلبوك في المبلغ ده وخلاص يعني عملوا لك بلوكات. وانا بعتذر لك، انا اصلا الموضوع ده من البدايه ما كان عاجبني، لكن انا بقول لك الحقيقه الناس دي نصبوا عليك. قال الراجل جاته نفسيات. هو اصلا الزول اللي قاعد يحكي، على فكره القصه برضه موجوده في التيك توك، والزول اللي بينزل قصص الخلايجه ممكن تلقوها عنده. الراجل طبعا جاته نفسيات، شغله ما بقى زي الاول، حالته اتدهورت، دخل في نفسيات، دخل في دوامه اكتئاب، للان ما قادر يرجع شغله. على فكره انتوا فاكرين لما تجي تغش عليك زول، وبالذات زول يكون عايزك وقافل عليك وحباك، انتوا بتفتكروا الموضوع ده حلو، انه في ناس ممكن تأذيها وممكن ربنا يقدرها ويطلعها من الموضوع. في ناس لكن حساسة، ممكن الحاجة اللي انت عملتها فيها او الضربة او الكسر الخاطر اللي انت عملته او الغش اللي انت غشيته له ما بيطلع منه، ممكن يعيش عمره كله حزين على الحاجة دي. ما كل الناس واحد، لا تفتكر لما تأذي لك ممكن زول يموت فيه، على فكرة ممكن تجيه ذبحة قلبية يموت في الحاجة اللي انت عملتها فيه، وفي النصبة اللي انت نصبته، في السرقة اللي انت سرقتها، في الغش اللي انت غشيته له. الراجل للآن بيكتب له يعني بصناعة مسجات صوتية، قال له أنا لي أكتر من سنة لا قادر أكل زي الناس، لا قادر أطلع شغلي، لا داير الحياة أصلا، داخل في اكتئاب وقاعد أتعالج عند دكتور، لكن أنا حاسس إنه أنا داير ربنا ياخدني. من كتر ما هو حاسة يا جماعة الاستغلال أو الزول لما يخدعك ده حاجة. انتوا طبعا ما في في ناس ما عندهم مشاعر، في ناس ما عندهم دين، في ناس ما عندهم رحمة. أنا لو اتكلمت من هنا لبكرة أنا عارفة إنك أنت لا عندك ضمير، لا عندك دين، لا عندك مبدأ، لا عندك شي. زول ذاته ما عنده دين، ما عنده أي حاجة بعد الدين ده، فهمتوا؟ فأنا عارفاكم في ناس حسي بتسمع فيني ما فاهمة أي حاجة. أنا زولا عندي إحساس، بفهم كويس يعني شنو زول ضربوه في مشاعره، يعني شنو زول خدعوه، يعني شنو زول استغلوه، يعني شنو زول صغروا بيه، جرحوه. الحاجة دي كعبة شديد اللي بحس ما بيتكلم، اغلبيتكم ما بيحسوا، بيبقى عادي بياكل اموال الحرام، بياكل اموال هناي، بياكل اموال هناي. لان انا في قبل فتره كنت يعني سمعت واحده بترسل لي هناي، وانا نفس الحاجه صارت معي، بقول لهم شادي قروش لفلانه ما بديها لفلانه، هم رجال كبار يقول لي كيف وما بعرف وما بديك وما بسوي عادي، بتاكلوا القروش. احنا بترسلها لمره كبيره مثلا دايره قروش، الزول اللي بترسلها له بياكلها ما بديها، ما بيوصلها للمره اللي انت قلت لهم شديها لها. حصلت معي مرتين، لحفوها القروش في الطريق، ما دار يدوها لي زوله مسكينه وما عندها غير كان ولدها وتوفى منها، وما عندها زول غير رب العباد زي ما بيقولوا، والباقيين الناس اللي بتيجي ترحمها. انا متذكرتها فجاه الناس جابت سيرتها، قلت لهم يا جماعه خلاص وصلوا لها المبلغ ده مني لمرتين، المرتين ما وصلوا لي، وما عرفت اتواصل معاه كيف، لانه هي مره كبيره وما بتعرف تتعامل بالتليفونات، صيغه بقى ما في. عادي بتاكلوا حق الناس بقيتوا، عادي عادي بتاكلوا حق الناس للأسف الشديد. الراجل للآن بسبب الدعم وبسبب البدية
عايش في دوامة. لكن شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، البيت اختفت من التيك توك فترة، رجعت تاني تشحد من البداية، لكن ما في زول قاعد ينزل لها سكور. الحاجة دي ما من الله، ما من الناس. انت زي ما خدعتيه وزي ما يعني انتوا شوفوا، يعني شوفوا